السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله انا عندي عزومة زي ما انتم شايفين كده. جوزي دبسني في عزومة لاصحابه، بس اللهم بارك الحاجة كانت طالعة كويسة جدا جدا سبحان الله. دايما العزومات بتطلع غير اي وقت وغير اي حاجة، بتطلع الاكل مظبوط جدا وحلو جدا، ممكن عن الوقت العادي كمان. هقول لكم على طريقة كل حاجة انا عملتها، واقول لكم ازاي انا نظمت وقتي عشان الوقت ما يزنقنيش، وكمان الحاجه تطلع كلها سخنه ومستويه وفي نفس الوقت. تمام كده. انا هنا عملت كل الاصناف اللي انتم شايفينها دي: مكرونه بالبشاميل وجلاش ومحشي وملوخيه ولسان عصفور وفراخ مشويه وكمان لحمه. هقول لكم على كل حاجه انا عملتها ازاي دلوقتي بالترتيب. اول حاجه انا هبدا بيها من اليوم اللي قبله هي الفراخ، هتبلها من اليوم اللي قبله. انا هنا عندي فلفل احمر زي ما انتم شايفين كده، الفلفل اللي بيبقى احمر كبير وبيبقى اربع يعني، بيبقى من تحت على شكل اربعه كده، بيبقى مسكر اكتر، فلو متوفر هاتوه يبقى احسن. هبدا ان انا اقطع الخضار بتاعي زي ما انتم شايفين كده. انا هشويه في الفراير عشان يدينا طعم مدخن وحلو. عندي هنا الفلفل والطماطم والبصل والفلفل الحار هدخلهم الفراير. وللاسف الفيديو اللي انا فرمتهم فيه وحطيت فيه التوابل ما اتعملش. انا هنا هختار برنامج المشويات وهشوي الخضار اللي معايا زي ما انتم شايفين كده. انا هنا حطيت رفين اهو فوق بعض عليهم الخضار بتاعي، وهسيبهم لحد ما يتشووا، بعد كده هطلعهم اتبل بيهم الفراخ. خلاص كده. ده كده انا بجهز اليوم اللي قبل العزومه على طول. على ما دول يتشووا هكون جهزت خلطه المحشي. انا هنا عندي الرز بتاعي، انا غسلته وصفيته وسبته لحد ما اتصفى كويس جدا، وبعد كده هضيف عليه الصلصه بتاعتي. الصلصه دي انا كنت مجهزاها في فيديو تفريزات، بتسهل عليا جدا جدا. بعملها مخصوص للعزومات، ما باخدش منها في اي وقت تاني طول شهر رمضان، غير للعزومات بس، عشان العزومات ببقى مشغوله فيها. فعشان ما اضغطش نفسي ان اعمل حاجات كتير واستهلك البوتاجاز وانا عندي حاجات تانية هعملها، فباخد من اللي في الفريزر على طول. الحاجات اللي مخصصه للعزومات انا ببقى راكناها على جنب كده وباخد منها، سواء اللحمه المتعصجه او الصلصه اللي بالبصل زي ما انتم شايفين كده بتاعه المحشي، او الكرنب. خلاص خدت شويه كده من الصلصه بتاعتي. وعندي كمان خضره المحشي، شبت وكزبره، مقطعاهم كويس، غسلتهم وقطعتهم بالشكل اللي انتم شايفينه ده، قطع صغيره. وبعد كده هنزل على الخلطه بتاعتي بالخضره كده. ما شاء الله انا كنت عامله كميه كبيره جدا، انا عامله حلتين محشي كبار جدا لان انا كنت عازمه حوالي 25 فرد. هاخد بقى كميه من الملح كده محترمه اللي هي تكفي للعدد ده. انا هاخد شويه بكده بالبركه بايدي. طبعا احنا صايمين، انا ما بدوقش حاجه، انا باخد شويه كده بالبركه. انا عيني ميزان للحاجه اللي انا بعملها. لو انت بتبقي واخده ايدك على الحاجه بتبقي عارفه انت بتستخدمي قد ايه بالظبط. حطيت شويه من الملح وشويه من الشطه وكمان شويه كتير كده من الكمون وشويه من الفلفل الاسود. هقلب بقى كل الخلطه دي مع بعض، وكده بقت خلطة المحشي جاهزة معايا. للأسف الفيديو بتاع الخضار اللي أنا شويته وحطيت عليه التوابل واضربه في الكبة ده اتمسح. هقول لكم على الحاجات اللي انا حطيتها مع الخضار في الكبة، عشان دي اللي هنتبل بيها الفراخ. انا بعد ما طلعت الخضار من الفراير، حطيت عليه ملح وفلفل اسود، كمان شويه من البابريكا وشويه من الخل، وكمان شويه من عصير الليمون، عصير ليمونتين، وحوالي معلقتين من الصغيرين من البابريكا، وشويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود. وخلاص كده. وحطيت كمان علبه من الزبادي عشان بتطري الفراخ وبتديها قوام حلو قوي. ضربت كل ده مع بعض مع الخضار اللي انا شويته في الكبه كويس قوي، ونعمته كويس جدا عشان ده اللي هتبل بيه الفراخ. هقولك تاني على التوابل عشان الخطوه دي ما تصورتش. انا حطيت ملح وفلفل اسود وبابريكا وشويه من الخل وكمان عصير ليمونتين، وحطيت عليهم علبه زبادي كبيره. خلاص كل ده في الكبه فوق الخضار اللي انا شويته، وطحنتهم كويس جدا لحد ما نعمتهم. عندي هنا اللهم بارك 6 فرخات، انا غسلتهم كويس جدا وقطعتهم وعملت فيهم فتحات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، من تحت الجلد بالنسبه للصدور، ومن فوق الجلد. شكشكتهم من كل ناحيه عشان يدخل فيهم التتبيله كويس جدا. هنزل بقى عليهم بالخلطه اللي انا عملتها دي كده. التتبيله دي بتدي طعم مدخن وحلو جدا جدا، جربوها ان شاء الله على ضمانتي، ممتازه حلوه جدا، طعمها حلو مميز خالص. جربوها ان شاء الله وهتعجبكم. تبلت الفراخ كده وزي ما انتم شايفين بدخل صوابعي بين الفتحات اللي انا عاملاها في الفراخ،
وببدأ ان انا اوزع التتبيلة بالشكل ده كده. طبعا زي ما قلت لكم ده اليوم اللي قبل العزومه، انا تبلتها وحطيتها في التلاجة، وبعد ما تبلتها بدات ان انا اعمل في المحشي بتاعي عشان اجهز الحاجات اللي هتبقى تقيله عليا، واسيب حاجات تانية هعملها تاني يوم. بعد ما تبلت الفراخ بتاعتي بدات ان انا الفها بستريتش راب زي ما انتم شايفين كده، وهدخلها التلاجة لتاني يوم اطلعها وقت التسويه على طول. خلاص كده، دي كده اول حاجه كانت جهزت معايا في اليوم اللي قبله. في الوقت ده انا كمان في نفس اليوم عملت المحشي وخلصت منه. جينا كده ليوم العزومه. يوم العزومه احنا كنا كده الظهر، انا بدات حوالي الساعه واحدة كده في تجهيز الاكل بتاعي. جبت صاج كبير اللي هو الصاج بتاع الفرن الكبير ده بتاع البوتاجاز، وحطيت عليه الومنيوم فويل زي ما انتم شايفين كده. ده بس انا حطيته عشان احمي بيه الصاج وما يتبهدلش معايا ويتحرق، وكمان يفضل الصاج نظيف ولا يحصل له اي حاجه. انا حطيت طبقه كده، ممكن تحطي كمان طبقتين لو انت الورق الفويل عندك خفيف ولا حاجه، ممكن تحطي ورقتين كحمايه مش اكتر. وهجيب عليه كمان ورق زبده هحطه فوقه عشان ما يلزقش الفراخ، ما تلزقش في الصاج وتتحرق، حمايه للفراخ كمان مش اكتر. هبدا بقى ان انا ارص الفراخ بتاعتي كلها جنب بعضها عشان تاخد اكبر عدد، وما احتاجش ان انا احط صواني تاني. انا كنت بحاول ان انا احط كل الفراخ اللي معايا في صاج واحد. هبدا ان انا ارصهم بالشكل ده كده. انا بحاول ان انا استغل كل مكان، وان انا ما اسيبش ولا حته ما يكونش فيها حاجه، عشان تديني اكبر مساحه ان انا احط حاجات تانية، ان انا احط بقيه الفراخ يعني. هرصها كلها بنفس الطريقه كده لحد ما املى الصاج كله. وبعد كده هفضي الخلطه اللي انا عملتها كلها، اللي هي اللي باقيه في الصينيه دي، هفضيها كلها فوق الفراخ عشان تديها طعم وما تبقاش الفراخ ناشفه، وتبقى الفراخ طريه معايا. هفضي كل الحاجات دي كده. في الوقت ده انا كنت مولعه الفرن يسخن، ومنزله الشبكه بتاعتي على اول رف تحت، يعني منزله الشبكه على اول رف من تحت، مش هحطها على الصاج تحت مباشر، لا على اول رف. خلاص كده، بعد ما حطيت الفراخ بتاعتي في الفرن، هبدأ ان انا اعمل حاجة تانية. هنا انا عندي اللحمة بتاعتي، عندي حوالي 4 كيلو من اللحمة. هنا الحلة الضغط اللي بالكهرباء انا كنت عملت فيها قبل كده ووريتها لكم. هبدأ ان انا اسخن الحلة بتاعتي كده. طبعا انا استخدمتها عشان اول حاجه ان هي ما تشغليش عيون البوتاجاز، وتاني حاجه ان هي هتنجز معايا في الوقت جدا. انا حطيت ما شاء الله الحله خدت كل كميه اللحمه اللي معايا، ما اضطريتش ان انا اعملها على كذا دور. انا كنت فاكره ان انا ممكن اعملها على دورين 3 ولا حاجه، بس الحمد لله اخدتهم كلهم، وكانت تاخد كمان قدهم مره ونص. حطيت بصلايه زي ما انتم شايفين كده، وورق لورا، وهحط كمان حبهان وفلفل اسود وكده. دي المنكهات اللي انا هحطها للحمه بتاعتي. هبدا ان انا اشوح اللحمه. انا استنيت لما الحله سخنت زي ما انتوا شفتوا كده في الاول، انا ظبطتها على 30 دقيقه. ده الوقت اللي انا هضغط فيه اللحمه. هبدا ان انا اشوحها كده لحد ما تاخد لون كلها من كل الاتجاهات، وبعدين ازود ليها الشوربه مش هزودها كتير قوي عشان ما تغطش، ما تبقاش الحله مليانه. وفي نفس الوقت لو انا عايزه ازودها بعد كده بعد ما اشيل اللحمه، ممكن ابقى ازود الشوربه، لان الشوربه طبعا هتبقى تقيله، لان كميه اللحمه كتيره والميه بتاعتها قليله. ضفت الميه زي ما انتم شايفين كده، وبعدين ضغطتها وهسيبها لحد ما تستوي. وخلاص كده، دي كده على 30 دقيقة اهو، وهسيبها لحد ما تستوي براحتها. هنا انا هجهز المكرونه البشاميل. اللي بيغلي في الاول ده شربات. انا مصورتش معاكم الحلويات عشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا كنت بعمل شربات للكنافه. هنا في الحله اللي جوه دي انا بغلي ميه عشان دي اللي هسلق فيها المكرونه. انا عندي كيسين من المكرونه، انا هعمل صينيتين كبار من المكرونه البشاميل. حطيت لكل صينيه كبيره كيس من المكرونه. ما بحبش تبقى المكرونه اكتر من كده عشان ما تبقاش بتاكلي في مكرونه بس، لا هي عشان تبقى كلها متجانسه، بتبقى مكرونيه تحت ومكرونيه فوق، حلو قوي. اكتر من كده بتبقى تقيله ومش حلوه. على ما المكرونه بتاعتي تتسلق، هعمل انا جلاش. عندي صاج كبير زي ما انتم شايفين كده، اللي هو 30 في 40. مسحته بالسمنه زي ما انتم شايفين، وهبدا ان انا اوزع عليه الجلاش. باخد كل ورقتين مع بعض، وببدا ان انا ادهنهم كده واحط عليهم ورقتين تانيين، واكرر الحكايه لحد ما اخد نص كميه الجلاش. انا بحط في الصاج الكبير اللي هو 30 في 40 ده، بحط فيه لفه ونص من الجلاش. لو حطيتي لفه بس هتبقى رقيقه جدا وهيبقى مش حلو. خلي لفه ونص هيبقى قوامها مظبوط. ممكن كمان تحطي لفتين هيبقى برضو كويس جدا.
خلاص بعد ما حطيت اللحمه المفرومه بدات ان انا اعمل في الطبقه التانية بنفس الطريقه اللي عملت بيها الطبقه الاولى، بين كل ورقتين وبعض بدهن سمنه، وبعد كده بحط الطبقتين اللي بعدهم. هقطع بقى الجلاش بتاعي لقطع مربعات كده زي ما انتم شايفين، وادي كمان يبقى صنف خلص معايا. هسيب بقى الجلاش على جنب واروح ان انا اجهز المكرونه. عندي حله على النار حطيت فيها شويه من الزيت وقالب من الزبده اللي هو ال 100 جرام ده، ودي اللي هعمل فيها البشاميل. البشاميل انا هعمله على مرتين، هصور معاكم مره منهم والمره التانية مش هصورها، لان الحلل انا كنت مستهلكه تقريبا كل الحلل اللي عندي، وبعدين الحله دي كانت صغيره مش واخده كل كميه البشاميل اللي انا هعملها. فانا هنا هعمل 3 لتر من اللبن، وبعد كده هزود كمان حوالي 2 لتر من اللبن هعملهم في حله تانية، ومش هصورهم طبعا لان هي نفس الطريقه. انا باخد لكل لتر من اللبن باخد له 3 معالق كبار مليانين خالص، المعالق الهرميه دي، من الدقيق. بعد ما حط هنا في الطبق ده، انا بقول لكم ان هنا في 9 معالق من الدقيق، حطيتهم على السمن على الزبده والزيت اللي كانوا سخنوا. انا قلبتهم كده لقيت ان هو ناقص زيت. بعرف ازاي؟ لما بلاقيه اتكتل كده بعرف ان كده الدهان بتاعه قليل، فبزود شويه من الزيت فبيفك معايا بيبقى طري بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنزل بقى معايا باللبن كده شويه بشويه، وافضل اقلب تقليب مستمر لحد ما كل ده يفك ويبقى خليط معايا ناعم جدا. بعد ما الخليط بقى ناعم بالشكل ده كده، طبعا مع التقليب المستمر هنزل عليهم بعلبه من القشطه، هتديله قوام وطعم حلو جدا، بتديله دسامه كده حلوه، وشويه من الفلفل الاسود وكمان شويه من الملح. وهحط عليهم ظرف من اللي هو الماجي الفوريه، تبقى اكياس ماجي فوريه كده او مكعبات ماجي، حطي مكعب او 2 بيدي طعم حلو جدا. هقلب بقى كل ده مع بعضه، هقلبه مع بعضه كده لحد ما يتجانس ويتقل شويه وكده، خلاص يبقى البشاميل بتاعي جاهز معايا. في نفس الوقت انا كنت وانا بعمل بشاميل حاطه على العين التانية شويه من لسان عصفور كده في شويه سمنه، وهبدا ان انا اشوحهم، ولما ياخدوا اللون البني الغامق شويه هنزل عليهم بالشوربه ياخدوا غلوتين، واركنهم على جنب، اطفي عليهم واسيبهم يستووا في الحراره بتاعه الشوربه. مش هسيبهم اكتر من كده على النار عشان ما تعجنش معايا. خلاص بعد ما اخدت اللون البني اللي انتوا شايفينه ده، هنزل عليهم باخد شويه من شوربه اللحمه اللي احنا سلقناها، وهنزل عليهم كده واسيبهم مع نفسهم على جنب. خلاص هبدا بقى ان انا اجهز دلوقتي المكرونه. انا هعمل صينيتين من المكرونه، هعمل معاكم صينيه منها والصينيه التانية هعملها من غير الفيديو. اخدت شويه من السمنه كده دهنت بيهم الصينيه، وبعدين حطيت طبقه من البشاميل، هاخد ربع كميه المكرونه. انا زي ما قلت لكم عامله كيسين من المكرونه، فاكيد مش هحط كيس تحت وكيس فوق، لا انا هحط ربع الكميه بتاعه المكرونه اللي هو ما يعادل نص كيس من المكرونه، هحطه تحت كده، وابدا ان انا املى الفراغات واحده جنب واحده زي ما قلت لكم كده. لو في واحده مش محطوطه في مكانها هسويها وخلاص. وبعد ما اسويهم بالشكل ده كده هحط عليهم شويه من البشاميل، وبعد كده احط عليهم اللحمه. ضروري جدا لو عايزينها تكون جوسي كده وطريه ان انتوا تحطوا لها بين كل طبقه والتانية تحطوا شويه من البشاميل. هبدا ان انا اوزع اللحمه زي ما انتوا شايفين كده، وافردها كويس لحد ما اغطي كل الصينيه. بعد ما حطيت اللحمه هاخد شويه من البشاميل كده واحطهم على اللحمه، وبعد كده احط نص كميه المكرونه تاني. هغطيها بقى بالمكرونه، وبعدين هضيف عليها طبقه من البشاميل، وخلاص كده تبقى المكرونه كمان جهزت معايا. هنا الجلاش بتاعي كنت خلاص ادخله الفرن، حطيت على شويه السمنه اللي كانوا متبقيين معايا حوالي كوبايه من اللبن وكمان بيضه، واحط عليهم كمان رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود، واقلبهم كويس جدا واسقي بيهم الجلاش وادخله الفرن، وخلاص كده يبقى خلصنا كمان من بند الجلاش. هنا المحشي اللي انا كنت حشيته طبعا ما صورتوش معاكم عشان يعني مش مستاهل، كلنا بنعرف نعمل محشي. انا هنا كنت مجهزاه من قبلها بيوم، بس طلعته قبل ما احطه على النار، طلعته من التلاجة شويه كده عشان يفك ويبقى بحراره المطبخ. طلعته وبعدين بدات ان انا احط عليه الشوربه بتاعتي اللي انا مظبطه الملح بتاعها، واهز الحله كويس جدا كده زي ما انتم شايفين عشان اتاكد ان كل الشوربه بتاعتي نزلت لتحت ويبقى كله تسويه واحده.
بالشكل ده كده. الشوربه ما تبقاش مغطيه المحشي خالص من فوق، يا دوب هي بس تبقى باينه من المحشي بين الصوابع زي ما انتم شايفين كده. ودول كده صينيتين المكرونه بتاعتي بعد ما كنت عملت باقي البشاميل، وهدخلهم الفرن وخلاص كده بقوا جاهزين معايا. هنا كده انا كنت محضره شويه من السمبوسك في الفريزر عندي من قبل رمضان، كنت حاشياهم ومجهزاهم. هبدا ان انا احمر شويه كده وخلاص كده بقت السمبوسه كمان جاهزه معايا. هنا بس الجبنه الموتزاريلا كانت بدات تطلع كده شويه من السمبوسه، بس عادي جدا. خلاص كده انا كنت خلصت هنا الكنافه، انا قلت لكم ان انا مصورتهاش، والجلاش كمان طلع، وعملت شويه من الملوخيه الخضراء. ودي كده الفراخ بتاعتنا اللي انا صورتها معاكم، اللهم بارك حلوه جدا. وعندي هنا كمان اللحمه اللي كنا سلقناها، وهنا كنت بحمر الحلتين المحشي على النار، وهنا كمان بحمر القطايف والسمبوسه معاها. ودي كمان كنت بسخنها، والمكرونه البشاميل خلاص طلعت من الفرن وجاهزه. كل ده كان جاهز ما شاء الله، كان جاهز على الفطار بالظبط. كل حاجه كانت جاهزه ومظبوطه جدا جدا. الملوخيه طريقتها سهله وبسيطه، مش محتاجه تعقيد ومش محتاجه اي حاجه. انووا خير وتوكلوا على الله، ولما بتنووا خير وبيبقى نيتكم ان انتوا تفطروا صايم، ربنا بيوفقكم وبيطلع الاكل حلو جدا. اتمنى ان شاء الله ان يكون الفيديو عجبكم. سيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.